إن أعظم ما نطهر به قلوبنا أن نستقبل شهرنا بتوبة صادقة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يريد أن يتوب عليكم. أنا وأنت، الله يريد أن يتوب علينا، ولكننا نغلق باب التوبة بذنوبنا، بإصرارنا على ذنوبنا، بشهواتنا نغلق أبواب التوبة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات، يريد أصحاب المسلسلات الرمضانية والبرامج التلفزيونية، يريد أصحاب الشبكات العنكبوتية، يريدون أن يدمرونا، أن يبعدونا عن الله. يا أمة الإسلام احذري، استفيقي. الآن الأوان لأجساد أن تركع ولدموع أن تنزل، والله يريد أن يتوب عليكم. لهذا جعل لنا شهر رمضان، لهذا أرسل إلينا رسول التوبة. الله يعلم أنني ضعيف وأنت ضعيف، ولنا ذنوب يعلمها الله، ويعلم ضعفك، ويعلم أنك لا تريد أن تعصيه، ولكن استزلك الشيطان وزين لك قرناء السوء. فلهذا يقول والله يريد أن يتوب عليكم. تعال إلى ربك القوي ليقويك، تعال إلى ربك الرحيم ليرحمك، تعال إلى ربك الغفور ليغفر لك. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.